أريد أن أبدأ هذا العام بنصيحة لبعض المندفعين. أقول لكم: لا تلبسوا أحد عباءة هو لم يرضى أن يلبسها. الدول لديها مصالح وليس لديها عقائد. عندما بزغ نجم أردوغان صوروه لنا كأنه خليفة، وكأن أي نقد له هو نقد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رغم أن الرجل لم يطرح فكرة أنه خليفة. كان وما زال وسيبقى يحالف ويعادي عمليا بناء على مصلحة بلاده. أما الخطابات فهي كلام ببلاش. حينما اقتضت مصلحة بلده أن يتدخل في ليبيا عبر البحر بجيشه، وحينما اقتضت مصلحة بلده أن يتدخل في سوريا كان له أثر بالغ في قلب المعادلة، وحينما اقتضت مصلحة بلده أن يتفرج على غزة تذبح جلس يتفرج كالجميع، مع أن فلسطين أقرب له من ليبيا.